موضوعنا اليوم السرطان. السرطان رسالة، والطب الوظيفي يكشف السر من الجذور. الأمراض المستعصية بحال السرطان أو بطانة الرحم ماشي مجرد عطب عضوي، بل صدى لحالات داخلية خفيفة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، النور الذي أشرقت به القلوب والرحمة التي عمت بها السكينة العالمين. اللهم صل عليه صلاة تطهر بها أرواحنا من الهم وتملأ صدورنا نورا وطمأنينة وسلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا روحا تبحث عن معناها، يا قلبا أنهكه التعب واشتاق إلى النور، مرحبا بك في الشفاء الصامت. بودكاست ما خلق ليتكلم فقط، بل ليلامس روحك ويوقظ فيك معنى الحياة. هنا حيث الكلمة دواء والصوت بلسم والمعرفة طريق للرجوع إلى الله. خذ نفسا عميقا واطلق معه كل ما يثقلك، دعه يملأ صدرك نورا وسكينة، وتذكر لست جسدا فقط، بل روح تبحث عن توازنها وشفاؤها. كاين أمراض كتبان خبيثة، ولكن في الحقيقة ما هي إلا رسائل لطيفة من الله كتقول لنا قف، راك محتاج توقف وتسمع، لأن في شي مكان فيك طفى نوره. كل وجع في الجسد نداء من الروح، وكل تعب فيه سر أعمق من الآلام نفسه. موضوعنا اليوم السرطان. السرطان رسالة، والطب الوظيفي يكشف السر من الجذور. الطب الوظيفي ما كيشوفش المرض كعدو، بل كمعلم. هو بحال الفلاح الحكيم، ما كيعالجش الشجرة بقطع الأوراق اليابسة باش تبان زوينة، بل كينزل التربة يلامسها ويشمها ويسولها واش ناقصها ماء، واش خاصها ضوء، واش التربة مسمومة. لأن الجمال الحقيقي ما كيبانش في الأوراق، بل في الجذور. وهنا السر. الأعراض مجرد نداء من الروح كيقول قلب عليا من الداخل، راك نسيتي ما كان فيه الوجع، فيه درس، فيه شفاء. الأمراض المستعصية بحال السرطان أو بطانة الرحم أو الالتهابات الجسد اللي ما كتساليش، ماشي مجرد عطب عضوي، بل صدى لحالات داخلية خفيفة، لحروب عاطفية ما تهدتش، ولجروح نفسية ما التأمتش، ولصدمات دفناها تحت ابتسامة صامتة. منين كتحبس الطاقة اللي كتعطي الحياة للأعضاء، العضو كيدبال بحال أرض عطشانة ما شرباتش من سنين. ومنين كيتراكم الحزن والكراهية والحسد والحقد والخيانة، كيطفى النور اللي في القلب ويتسدو مجاري الروح. قال الله تعالى: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. النساء الآية 79. وزيد عليها الصدمات النفسية اللي كتخلي الروح تنكمش، فقدان حبيب، خيانة جارحة، سحر أو عين، أو طاقة سلبية جاية من الناس أو حتى من أنفسنا بسبب تفكير سوداوي مستمر. ومنين كنرفضوا العفو وما كنقدروش نسامحوا، كيولي القلب عامر بالانتقام، والعضو كيحس بحال إلا مسجون في واحد البيت فيه الظلمة بلا نافذة. وساعتها الجسد كيدور على أي طريقة باش يصحح، مرة في شكل ورم سرطاني، مرة في تكيس المبيض، مرة في بطانة، مرة في الإرهاق والتعب. كلها رسائل كتقول أعطيني نورك، أعطيني حبك، نعطيك حياة. لكن الرحمة ديال الله واسعة، والحل ماشي بعيد، هو بين يديك، فيك ومنك. هو الرجوع والتوبة والعفو والنور والامتنان. قال الله تعالى:
وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. وقال سبحانه: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر أيضا: لئن شكرتم لأزيدنكم. العافية ماشي في دواء فقط، العافية كنبنيها بالأكل النظيف، بالنفس العميق، بالحركة، بالماء النقي، كما قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. الجسد والروح بحال شجرة بجذور واحدة، إلا سقيناها بالمحبة بالذكر غادي تستمر صحة وعافية. والمرض ماشي عقوبة، بل إشعار رباني فيه لطف مخفي باش نفيق ونعرف ونرجع للنور اللي منه خلقنا. اللهم يا شافي الصدور اشفي كل قلب موجوع وكل جسد متعب، واجعل هذا الصوت سببا في شفاء من يسمع، وفي كل حرف طاقة ورحمة، وفي كل نفس بركة. آمين يا رب العالمين. وإذا وصلتك هذه الكلمات وحسيتي بشي دفء في القلب أو راحة في النفس، فاعلم أن النور بدا كيخترقك من جديد. شارك هذا النور مع الناس، فرب كلمة تغير حياة، واضغط على زر الإعجاب كنية امتنان الله على الشفاء اللي بدا فيك، وفعل جر الجرس باش توصلك الحلقات المقبلة من الشفاء الصامت، وخليك جزء من عائلة النور اللي شعارها: من الصمت يولد النور، ومن النور يأتي الشفاء. في أمان الله.